السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة نص اسلامي يا مصر. اول حاجة هنتكلم عن الشعر، كام كده هنعرف عنه حاجات بسيطة، وبعد كده نبتدي نعمل نبتدي نقول النص الشعري. تمام كده؟ طيب، اول حاجة الشاعر هنعرف اسمه مصطفى صادق الرافعي. يبقى اسمه ايه؟ اسمه يميس مصطفى صادق الرافعي. اتولد عام 1800. اتولد سنة كام؟ 1880. عاش فين؟ اتولد في محافظة القليوبية، ولما وصل لسن 30 سنة ما بقاش بيسمع. رغم كده ان هو عمل ايه؟ ان هو كمل في مواصلة رغم كده ان هو ما توقفش عن عن مواصلة القراءة والاطلاع وطلب العلم. يعني فضل يعمل فضل يتعلم لغاية ما وصل لغاية ما وصل وبقى اشهر الشعراء. يعني لما ما بقاش يسمع ده ما منعهوش ان هو يكمل حياته عادي وينجح في حياته، لا هو بالعكس، ده هو كمل ونجح في حياته عادي، وبقى من نجاح لنجاح لغاية ما وصل بقى أشهر الشعراء فين؟ أصبح من أشهر الشعراء فين؟ في مصر. تمام كده؟ طيب، توفى إمتى؟ توفى عام 1937. يبقى اتولد عام 1880 وتوفى عام 1937. تمام؟ طيب، هنعمل ايه بقى؟ هنقرأ بقى النص ونعرف معنيه. الشاعر بيقول ايه؟ بيقول: اسلمي يا مصر إنني الفداء. يعني ايه؟ عيشي يا مصر في سلام وأمان. إنني الفداء، أنا هضحي بنفسي عشانك يا مصر. اسلمي يعني عيشي في سلام وأمان. مين دي؟ مصر. اسلمي يا مصر، اسلمي يعني ايه؟ عيشي في سلام وأمان. عيشي في سلام وأمان يا ميس، حفظناها. تمام. إنني الفداء، مش أنا قلت اسلمي يا مصر يعني عيشي في سلام وأمان، أنا هضحي بنفسي عشانك. يا ميس قلتي الفداء يعني التضحية بالنفس، يعني أنا هضحي بنفسي. طيب، يعني أنا وأنا بقول اسلمي يا مصر هكلم مصر قدامي أكني مصر موجودة قدامي، أقول لها اسلمي يا مصر، وبعد كده هشاور على نفسي واقول لها انني الفداء، انا هضحي بنفسي عشانك يا مصر. بعد كده همد ايديا. ليه همد ايديا؟ لان الشاعر بيقول: ذي يدي ان مدت الدنيا يدا. يعني دي ايديا يا مصر هتدافع عنك لو حد لو حد حاول ان هو يمد ايده علشان يأذيك. يعني ايه يا ميس؟ نقولها ازاي؟ هذه يدي، هنفرد ايدينا ونقول لها هذه يدي. ذي يدي يعني هذه يدي. إن مدت الدنيا يدا. مدت يعني إيه؟ مش إحنا بنفرد إيدينا كده؟ نفرد إيدينا يعني بساطت. نفرد إيدينا كده بساطت. طب لو قفلنا إيدينا، عكسها بقى المضاد. لو قفلنا إيدينا قبضت. نفرد إيدينا بساطت. طب لو قفلنا إيدينا قبضت. تمام؟ طيب، فبيقول لها قلنا بيقول لها ان دي ايديا هتعمل ايديا دي هتدافع عنك يا مصر لو اي حد مد ايده، اللي هو عمل بساطت. مدت يعني مدت يعني بساطت. تمام؟ لو حد مد ايده علشان يأذيك. بيقول ابدا. ابدا. ابدا يعني لا يمكن هيحصل. ابدا يعني دائما. ابدا يعني دائما. يعني يعني عمر ما ده هيحصل ابدا. تمام؟ ابدا يعني دائما. لن تستكيني ابدا. لن تستكيني. تستكيني يعني تخضعي. تستكيني يعني تخضعي. يعني مصر عمرها ما هتخضع لأي حد ابدا. مصر تعيش في ذل لحد او حد يتحكم فيها؟ لا طبعا.
فالشاعر بيقول لها يا مصر عمر ما حد هيتحكم فيكي، ولا عمرك هتخضعي لحد يا مصر ابدا. يبقى ابدا لن تستكيني ابدا، يعني دايما، ده ابدا يعني دايما يا ميس حفظناهم. تستكيني يعني تخضعي، تستكيني يعني تخضعي، يعني يا مصر ابدا لن تستكيني ابدا، دايما مش هتخضعي لحد. تمام، لا يمكن هتخضعي لحد. تمام كده. إنني أرجو مع اليوم غدا، ده أنا بتمنى إن أنت ما تخضعيش لحد يا مصر مع اليوم غدا. اليوم هو المراد بيومي اللي هو الحاضر، يعني الوقت دوت اللي احنا عايشين فيه. غدا يعني المستقبل اللي جاي. يعني يا مصر انت مش هتخضعي لحد ابدا. انني ارجو، انا بتمنى يا مصر ان انت ما تخضعيش لحد، ولا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، ولا كمان في المستقبل. تمام. المقصود باليوم يعني اليوم يا ميس يعني النهارده، والوقت اللي احنا عايشين فيه، الاوقات اللي احنا عايشين فيها دي. طب غدا، غدا يعني مش بكره، لا غدا يعني المستقبل بقى اللي جاي، المستقبل. تمام. طيب، بيقول كمان ومعي قلبي وعزمي للجهاد. يعني يعني يا مصر انا هدافع عنك، هدافع عنك، وعزمي للجهاد. وعزمي يعني اصراري، ده انا مصمم، مصر ان انا هعمل هدافع عنك يا مصر، انا هدافع عن وطني. للجهاد اللي هو الدفاع عن الوطن. ده انا عزمي يعني اصراري، انا مصمم، اصراري للجهاد، ده انا مصمم ان انا دافع عنك. يبقى للجهاد اللي هو الدفاع عن الوطن، مش مصر هي الوطن، يبقى الدفاع عن عن الوطن. يبقى ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ده انا هدافع عنك ومعي قلبي بقلبي. تمام، هدافع عنك بقلبي وروحي يا مصر. تمام. طيب، يبقى وعزمي للجهاد إصراري للدفاع عنك يا مصر. تمام كده. طب ولقلبي أنت بعد الدين دين. واحنا مش ديننا الأول، أول حاجة خالص الدين بتاعنا وطاعتنا لربنا. بعد كده بعد كده يا مصر أنت بعد ديني. أنت بعد بعد طاعتي لربنا. تمام، والديني أنت بعده. ولقلبي أنت بعد الدين بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة، بتمنى لك يا مصر ان انت تكوني تعيشي في سلام. وسلاما يا بلادي، يا بلادي تعيشي في في سلام. بتمنى لك دايما تعيشي في سلام. ان رمى الدهر سهامة. عارفين رمى يعني لما بنمسك حاجة نرميها، يبقى احنا كده عملنا ها، ان احنا كده يقول ألقى، صح كده؟ مش لو نمسك حاجة ونرميها كده تبقى ألقى. لما يجي واحد يحدف حاجة يبقى ألقى. مين ده اللي ألقى؟ الدهر. ايه هو الدهر؟ الزمن اللي احنا عايشينه. الدهر يعني الزمن. الزمن يا ميس. هو الشاعر هنا صور ان الزمن انسان وبيعمل بيعمل زي ما نقول بيحدف حاجة. تمام كده. بيحدف بيحدف حاجة، فهو صورها كده. تمام. طيب، هنقول ان رمى يعني ألقى أو قذف. ألقى أو قذف. تمام. طيب، الدهر احنا قلنا الزمن يا ميس، قلت لنا الدهر يعني الزمن. يعني طول ما هي عايشة هي مصر الأيام بتعدي والسنين بتعدي. فلو الزمن يا مصر عمل عمل حصلت مصائب في تونس، حصل لك مصائب وحصل لك نوائب. سهامة المقصود بيها هنا المصائب والنوائب، يعني مشاكل. مش احنا لما نكون عايشين في حياتنا عايشين عادي، مش بتجيلنا مشاكل؟ صح، بيبقى في مشاكل وبيبقى في في حاجات بتضايقنا، صح كده؟ صح. فهو بيقول ان رمى الدهر سهامة. يعني لو انت يا مصر عايشة في حياتك ولقيتي مصائب، جت مصائب، مشاكل يعني مصائب، نوائب اللي هي برضو حاجات مش حلوة، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لو حصل لك كده يا مصر اتقيها بفؤادي. ده انا هعمل اتقيها يعني احميها يا ميس، انا عرفتها لوحدي، شاطرين.
أتقيها يعني أحميها. طب هو هيحميها بإيه؟ بفؤادي. بفؤاده يعني إيه؟ بفؤادي يعني بقلبي. فؤادي يعني قلبي. تمام؟ يبقى يا مصر لو إيه؟ لو الزمن يا مصر عمل إيه؟ لو الزمن إيه، لو عشتي وبقى في الزمن مصائب ونوائب يا مصر ومشاكل أي حاجة وحشة، إيه اللي هيحصل؟ أنا هحميكي بقلبي واسلمي في كل حين. يعني إيه؟ يعني عيشي في سلام يا مصر في كل حين. حين يعني وقت. حين يعني وقت. يعني عيشي في سلام في كل وقت، يعني في كل الإيه؟ كل الأوقات. حين يعني إيه؟ وقت يا ميس. طب دهر يعني إيه؟ زمن. دهر يعني زمن. حين يعني وقت. تمام؟ حد مش فاهم حاجة؟ طيب كده احنا عرفنا ايه المعين. هنقوله تمام كده. وبعد كده هعمل فيديو لإيه لوحده كده للإجابة، إجابة الإيه تدريبات، إجابة تدريبات. تمام علشان نتدرب عليه. هو بيقول إيه بقى؟ هنفرد ايدينا كده كأننا بنتكلم مصر ونقول لها ايه؟ اسلمي يا مصر. وهشاور على نفسي اقول انني الفدا. يلا نعمل مع بعض. هنشاور كده كأننا بنتكلم حد قدامنا. اسلمي يا مصر. وهشاور على نفسي اقول انني الفدا. همد ايديا وافردها واقول ذي يدي. ذي يدي ان مدت الدنيا يدا. هنعمل اكننا بنقول لا ده مش هيحصل. ابدا لن تستكيني ابدا. يبقى ايه؟ ابدا لن تستكيني ابدا. وهشاور على نفسي ان انا لما اكون ايه بتمنى حاجه لحد اقول ايه؟ انني ارجو مع اليوم غدا. انني ارجو مع اليوم غدا. هشاور على قلبي واقول ومعي قلبي وعزمي للجهاد. ولقلبي انت بعد الدين دين. هنتمنى ليها السلام. هنفرد ايدينا الاتنين وهنتكلمها. هنقول لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. أكننا بنحدف حاجة. إن رمى الدهر سهامه. هشاور على قلبي أتقيها بفؤادي. هشاور بإيدي الاتنين وأقول واسلمي في كل حين. تمام؟ هنقولها مرة كلها ورا بعض وكده هنكون إيه خلصنا. تمام؟ اسلمي يا مصر إنني الفدا. ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. أبدا لن تستكيني أبدا. إنني أرجو مع اليوم غدا. ومعي قلبي وعزمي للجهاد. ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. إن رمى الدهر سهامه. أتقيها بفؤادي. واسلمي في كل حين. كده احنا خلصنا. تمام. وعايزاكم زي الشاطرين تعملوا ايه؟ تحلوا الأسئلة اللي موجودة على الدرس. الأسئلة دي هتحلوها الأول. وبعد كده لما أسجل حل التدريبات وأبعتها هتعملوا ايه؟ هتقارنوا وتشوفوا الأسئلة وتاخدوا كام. تمام. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.